مسجد الجمعية الشرعية الأساس في المغربلين تحت في الخيامية. المسجد ده كان والدي رحمة الله عليه كان بيجي فيه من امبابة لحد الخيامية مشي عشان يصلي صلاة الفجر خلف الشيخ، وكان ينتظر تشغيل الترماي الساعة 6 صباحا عشان يرجع امبابة. رحمة الله عليك يا والدي. أنا كنت باجي مع والدي المسجد ده وأنا كان عندي 7 سنين حاجة زي كده، وكنا نيجي نسلم على المشايخ ونسمع الدرس ونتعلم الصلاة ونتعلم العبادات في المسجد ده. الجمعية الشرعية أحيت سنن كتيرة، منها سنة الاعتكاف اللي كانت يعني مش 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 متداولة في فترة زمنية طويلة أوي. المؤسس الجمعية طبعا الشيخ يوسف خطاب، وده راجل من علماء أهل السنة والجماعة، وأسس الجمعية دي عشان خاطر يحيي السنن القديمة رحمة الله عليه، وعمل مبنى خاص بطلبة العلم يسكنوا فيه وهم بيدرسوا إن كانوا من الأقاليم. رحمة الله عليك الشيخ يوسف خطاب ده كان من العلماء، وله مؤلفات كتير أشهرها الدين الخالص. ده المبنى بتاع الجمعية، المدخل بتاعها